في وسط ما انت قاعد بتاكل اكلتك المفضله الساعه 2 الظهر، تلاقي فجاه واحده تتصل عليك بتقول لك الو يا احمد احنا مش هينفع نكمل مع بعض، تقفل السكه في وشك. انت بقى بتبقى ساعتها تحاول الشباك، تبقى عامل شبه الواحده اللي على وش ولاد. انا النهارده جاي اقول لك ازاي تتعامل مع الموقف ده، وازاي تعمل موف اون من العلاقه ديت اذا كانت علاقه حب او علاقه تعلق. وصدقني التعلق اخطر بكتير. في علم الاعصاب في منطقه اسمها الفي تي اي، المنطقه ديت مسؤوله عن مركز المكافآت جوه دماغك، وفي وجود الشخص ده كانت المنطقه ديت بتفرز كميه كبيره جدا من الدوبامين، فبالتالي كنت بتحس بالسعاده والاطمئنان. لما الشخص ده بيمشي مخك بيخش في حاجه اسمها ويذرول او اعراض الانسحاب، بالظبط زي مدمن السجاير لما بيبطل فجاه. ببساطه انت مش بتحبها دلوقتي، انت محتاج جرعه من اللي عقلك كان بيفرزها في وجودها مش اكتر. طب الحل ايه؟ الحل دلوقتي يا صديقي انك تقطع المحفزات، اي صور، اي فيديوهات، اي ريحه بتفكرك بيها، اي اغنيه، تقطع تماما عشان مخك يبطل يفرز اشارات طلب الجرعه. اوت اوف سايت اوت اوف مايند. طيب دلوقتي لما تيجي تفكر فيها تعمل ايه؟ لازم تبدا تتحرك من مكانك فورا، لازم تحرك جسدي، العب ضغط، روح اشرب ميه، قوم وتعدل، اي حاجه. المهم دي اشاره عصبيه، تقطع الاشاره العصبيه ديت عشان ما تفكرش فيها في الوقت الجاي، لان اي تفكر بتقلب لتعلق فيما بعد. طيب الحل الثاني، تجيب ورقه وتكتب فيها السلبيات اللي كانت بتعملها معاك، اي موقف انت عديته وانت مخنوق من الموقف ده، اي حاجه انت عديتها وانت ما كنتش راضي عنها، تبدا تكتب المواقف اللي عصبتك فيها وتحطها في ورقه خارجيه. ليه؟ لان انت عندك منطقتين في دماغك، نتكلم بالعربي، في منطقه اللي هي مسؤوله عن المشاعر والكلام ده، المنطقه الثانيه مسؤوله عن البرفونتال كورتكس او منطقه الوعي. انت هنا لما تفتكر او تحن لها تقوم جايب الورقه ديت وقراها، عقلك الجزء الاقوى فيه هو جزء البرفونتال كورتكس او الجزء التحليلي، فبالتالي الحته التحليليه ديت هتقضي على اي مشاعر وبتقطع التفكير ده نهائي. حاجه كمان، ما تكبتش اي مشاعر جواك، ما تكتمهاش جواك، مش قادر تفضفض لحد، فضفض في الكومنتات هنا. والله بجد لما انت تحكي قصتك اللي خانقاك، هنا انت بتعمل حاجتين، فك الكبته ديت، وخلي بالك هي فعلا كبت، دي حاجه تانية انت هنا بتمنع انك تفكر فيها، او لان المشاعر ديت فيما بعد تتحول لافكار، سيارات عصبيه ماشيه في دماغك، فبالتالي افكار معناها تعلق زياده. احنا واصلين لطاقه يا باشا، فبالتالي لما تفكر فيها او حاسس انك مخنوق عشان هي مش موجوده، تبدا تحكي بينك وبين نفسك او هنا في الكومنتات، اشاركك بقصتي برضه. طيب هنا خلصنا من جزء تعلق، لان اغلبكم مش فاهم بيتكلم في ايه. تعال نخش بقى على الجزء الثاني، الالعن في التخلص منه هو الحب. اما بقى لو كان حب حقيقي فهنا الموضوع يختلف، هنا العقل يبدا يشوف، يقارن صورته قدام نفسه، انا عملت ايه غلط عشان الشخص ده يسيبني. كان بيشبهوها شفت انت لما يكون معاك لعبه كده واللعبه دي تتكسر منك، فانت بتبدا تعيط، مش عشان اللعبه اتكسرت، لا عشان اللعبه اتكسرت فانت بتبدا تعيط علشان فقدانك للعبه ديت، مش عشان انت محتاجها ولا حاجه، عشان اتكسرت. ده حاجه اسمها الفوم عموما. في الحب الحقيقي مخك بيعمل حاجه اسمها انكلوجن اوف اذرز سيلف، بمعنى يعني العقل بيدمج ملامحها في هويتك، فلما هي بتمشي انت بتحس نصك ضاع حرفيا. للتبسيط، الحب بيخليك تحسوا انكم واحد، فبالتالي لما تيجي تعمل